لو رجعنا الزمن لورا ودخلنا أي بيت مصري قديم هنلاقيها واقفة هناك في الواجهة، قطعة خشب بسيطة في شكلها، معقدة في سرها. خشب محفور بإيدين حرفيين، شغل دقيق، شكل هندسي مش مفهوم بسهولة. في زمن ما كانش فيه تكييف ولا كاميرات ولا ستاير تقيلة، كان فيه خشب فاهم الإنسان أكتر مننا النهاردة. أهلا بيكم في حكايات المشربية. مش بنحكي عن حاجات قديمة، بنحكي عن عقول كانت بتفكر وقلوب كانت بتحترم الإنسان. حكاية النهاردة عن المشربية، مش شباك ولا ديكور، لكن فكرة اتعملت صح. بس قبل ما نبدأ ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحكاية. المشربية الأصلية ما كانتش أي خشب وخلاص، كانت بتتعمل من خشب الخرط وخشب الجميز وخشب الزان. ليه دول بالذات؟ لأنهم بيتحملوا الحر والرطوبة، ما يتشققوش بسهولة، ينفع يتخرطوا بدقة شديدة ويعيشوا عشرات السنين. كل عود خشب كان بيتخرط لوحده ويتجمع يدوي من غير مسمار واحد، شغل صبر مش استعجال. المشربية الاسم نفسه حكاية. كلمة مشربية جاية من مشربة، يعني مكان شرب المية. وزمان كانوا بيحطوا قلل المية ورا المشربية، الهوا يعدي فيبرد المية طبيعي. يعني شباك وتكييف وتلاجة في قطعة خشب واحدة، اسمها مشربية، لأنها كانت بتشرب الهوا وتشرب المية وتشرب الحر وتطلع راحة. فتحات المشربية ما كانتش متساوية كده وخلاص، الفتحات الكبيرة فوق للتهوية والصغيرة تحت خصوصية، والشكل الدائري عشان يكسر أشعة الشمس. الخشب يمنع السخونة والبيت يبقى بارد من غير كهرباء ومن غير صوت. زمان الخصوصية ما كانتش سجن، كانت اختيار. المشربية بتخليك تشوف، تراقب، تتأمل من غير ما تبقى معروض. كانت بتقول مش كل اللي باصين لازم يبقوا شايفين. المشربية دلوقتي النهاردة بنشوفها ألمونيوم، بلاستيك، شكل مقرر، من غير روح، من غير وظيفة، من غير فهم. بقينا نقلد الشكل ونسيب الفكرة. المشربية كانت ستر، ظل، نفس، احترام، زي الإنسان القديم اللي كان بيعمل كل حاجة على مهله وعلى مقاس روحه. المشربية ما اختفتش، احنا اللي نسينا نفهمها. لأن اللي يفهم المشربية يفهم إن مش كل حاجة تتشاف، ومش كل نور مفيد، ومش كل تطور تقدم. ودي كانت حكاية من حكايات المشربية، حكاية من خشب كان فهمنا قبل ما ننسى نفسنا. لو رجع الزمن كنتوا تحبوا تعيشوا في بيت فيه مشربية ولا بيت كله إزاز؟ هستنى تعليقاتكم وتقولوا لي رأيكم، واستنوا مني الحكاية اللي جاية، والحكاية لسه مكملة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في حكاية جديدة من حكاية المشربية.